سلام. قطر عندها كأس العالم، أول مرة كيدير كأس العالم في شي دولة عربية. هذا فخر العرب كاملين. بزاف الناس في الغرب كيسحب لهم باللي العرب مازالين متخلفين، مازالين كيعيشوا في البر والجمال والناقات، ولكن مني غادي يجيو غيلقاو التقدم والحضارة اللي وصل لها دولة عربية بحال قطر غتغير الفكرة ديالهم. ولكن كنشوفوا حملة شرسة ضد قطر باش ما تنظمش المونديال. كيدافعوا على حقوق الانسان، هي من ناحيه حقوق الانسان كيدافعوا عليها، ولكن الانسان ديالهم اللي الهم ديالو هو الشذوذ والانحراف. قال لك اسيدي قطر باش بنات هذه الملاعب الكبيره استعنات بعمال من اسيا بحال الهند وباكستان وبزاف ديال الدول، عمال فقراء اللي جاو خدموا باثمنه ضعيفه، وفي التالي قطر صيفطاتهم ما عطاتهمش الرواتب الاخيره ديالهم. ودابا الغرب كيدافع على حقوق الانسان انهم عليها باغيين يقاطعوا هذا المونديال هذا حيت ما احترمش حقوق الانسان. ولكن الحقيقه ماشي هي هذه، حيت الصحف ديالهم ما كانتش كتكلم على هذا الشيء قبل. حتى خرجت قطر وقالت باللي هي كدوله مسلمه عندها الحق تدافع على الضوابط الشرعيه ديالها، وانسان اللي غادي يجي لهذه الدوله غادي يحترم الامور ديالها بشكل عادي. الانحراف، المس بالحياء العام، الشذوذ، المثليه الجنسيه، هادشي كامل ممنوع في قطر، هي كدوله مسلمه من حقها. ولكن الغرب قصيه في الحاجه اللي ما كيبغيش، ولكن ما يقدرش يخرج ويدافع على هاد الامور علنيا وبقوه ومن مصادر رسميه، وبحيث انه ما يمكنش يخرج ويدافع على هاد الشيء وهاد المثليه وهاد الشذوذ، فكيتكلموا على حقوق الانسان. حنا كعرب لازم نكونوا واقفين مع قطر في هاد التظاهره هذه، وانا شخصيا كنحترم امير قطر ومسؤولين قطر لانهم التزموا بهاد الامور، وبطبيعه الحال كتمثلنا كدول عربيه كاملين اللي الاسلام هو الديانه الاولى فيها من غير لبنان. ولكن شوف الهم ديال الاعلام ديالهم اللي في كل مره كيسول على امور تافهه. واش من حق انه نقبل واحد الشخص في الشارع؟ واش من حق انه ندير هاد الامور كامله اللي عارفها كتنافى مع العقيده المسلمين كيحاولوا يستفزوا بها العرب. But if two men or two women who go to the World Cup as fans, football fans, hold hands in a street, kiss in the street. وهنا ما يمكن نقول الا هذا المونديال غيكون من احسن لي مونديال اللي دازو، وهذه غتكون افضل نسخه في دوله عربيه وفي جميع دول العالم. هنا نكونوا سالينا الفيديو، حتى نتلاقاو في شي فيديو جاي ان شاء الله.